السلام عليكم الاخوان، صافا عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كلشي بخير؟ ان شاء الله تكونوا بخير على خير وصحتكم مزيان ان شاء الله. اخوان، جيناكم فيديو جديد ان شاء الله. جينا ان شاء الله نشاركوا معكم الاخوان اخبار ديال الكتاكيت ديالنا اولا الدجاج ديالنا، وان شاء الله نهضروا على واحد الموضوع اللي كيسوليني بزاف الناس في الكومونتيرات، اللي هو الربح من الدجاج. ان شاء الله غنشارك معكم كلشي الاخوان، ونعطيكم الاستراتيجيه اللي خدام بها والحمد لله، وغنخدم معكم داكشي بالتبسيط، وان شاء الله يكون الخير الاخوان. لذلك قبل ما نبداو هذا الفيديو لاول مره تشوفوا هذه القناه، ما يبقاش هنا واحد لايك فضل امان، واحد ابوني، ونبداو على بركه الله الاخوان. كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله الاخوان، القطيع ديالنا في صحه ممتازه، الله يبارك الاخوان. ها انتم تبارك الله تبارك الله ما شاء الله، قاطع اللهم بارك الاخوان، في صحه ممتازه، الله يسهل لينا وليكم جميع المسلمين. ونبداو الاخوان على بركه الله، نشاركوا معكم ان شاء الله. ان شاء الله اليوم الاخوان غنبداو معكم على واش الدجاج ربح، كاين فيه ربح ولا لا. غنبداو معكم الاخوان وغنقول لكم الطريقه اللي تخدم بها ان شاء الله وكيفاش تخدم ان شاء الله. نبداو على بركه الله الاخوان. بالنسبه للناس اللي باغيين يبداو واول مره غيبدا، شوف اخويا شي سؤال اللي غتخدم عليها انت ضروري غتكون قلبتي قبل ما تشوف هذا الفيديو، غتكون انك قلبتي على كيفاش تخدم، واش من سؤال ممكن تبدا بها. يعني ضروري غتكون واحد السؤال داير في بالك. هذيك السؤال اخويا غادي ننصحك انك تجيب منها، الا عندك دجاجات بلديين اولا فقاصه، ننصحك تجيب البيض من الاحسن، اولا كتكوت مع شي مربي، يعني يبيع لك داكشي زوين، يكون عنده سلعه نقيه. غتجيب ان شاء الله هذاك البركه وغتخدم عليها، غتجيبها غتفقسها. راك عارف الدجاج الكتاكيت الصغار ما تياكلوش بزاف الاخوان، يعني غادي تجيب واحد 25 كيلو 25 كيلو، تجيب انت وشي صاحبك مثلا، اولا بوحدك تجيب كاع خنشه تدير 4500 خدامه، ما دير لك واحد شهرين. انت غادي تجيب مثلا الاخوان، غادي تجيب واحد 30 بيضه، 30 بيضه مزيانه، بلاطو البيض كنظن كافي. غتجيب اخويا ديك 30 بيضه، غتفقسها، عندك الفقاسه غادي تفقسها، ديك البركه اللي خرجت لك ما تخرج منها والو، غتخدم عليها، غتشدها غتخدم عليها ان شاء الله. طريط موات الاخوان، مضاد السموم، فيتامينات، ماشي دوايه تعطيك، غير فيتامينات اونتي بيوتيك، يعني هذه واجب ضروري خصك ديرها. غتبع معاهم الاخوان. العلف بالنسبه للكتاكيت من الاحسن خلي لهم العلف، ديما يكون عندهم العلف في العلافه. بدا معاهم غير بالديماج، من الاحسن 3 شهور الاولى خدم معاهم غير بالديماج باش يطلعوا دغيا. ثاني حاجه غادي تقاد لهم واحد المسكن، يكون مسكن زوين الاخوان، يعني ما يكونش شي مسكن عشوائي يدخل عليه الشتا او اللي يكون سخون بزاف في فصل الشمس، في الوقيته ديال الشمس. لذلك الاخوان شي بلايصه يكون زوينه وتدخل فيها مرتاح. كما قلت لكم الاخوان، شي بلاصه تكون زوينه، سوا بنيتيها بالطوب سوا بنيتيها بالعود. المهم حاول انك في الشمس في وقت الصيف تكون بارده، يكون فيها التهويه. وفي الفصل ديال الشتاء ملي تكون الشتاء ما تدخلش عليهم الماء الداخل وما يكرفصهمش. المهم انت ما كاين شله استراتيجيات تخدم بهم، وشله نماذج تخدم عليهم باش ما تاديش. ثالث حاجه الاخوان، انك بالنسبه للفلوس اللي غتشري بهم الدجاج هذا، حاول انك تخلي واحد النص، مثلا النص غتاخذ به البيض وتاخذ به العلف وتاخذ به داكشي اللي خاصك، والنص الاخر حاول تخبيه، يعني غتحتاجو ضروري غتحتاجو، حيت هادشي ديال الاخر ما تعرفش شنو يخرج لك الاخوان. ضروري انك يوقعوا وفيات، ضروري خصك تخلي تحتاجي شي حاجه، تحتاجي الشرابات تابست لك، وكالات تابست لك، العلف سالالك، خاص ضروري تخلي واحد المبلغ ديال ديال المال باش تخدم به. وتا لا قدر الله ومات لك داكشي، يعني ما تلقى باش تعوض. يعني ما نقولش لك انا حط فلوسك كلها، كما قلت لكم الاخوان الفلوس ديالكم ما تخسروهاش كامله في الدجاج، يعني نصك ونصك الاخوان. يعني ضروري غتحتاج شلا حوايج غتحتاجها، وما غتلقاش، يعني من الاحسن يكونوا عندك باش تتفادى داكشي. ثالث رابع حاجه الاخوان اللي نوصيك عليها الاخوان هي نيطواياج. ضروري حاول دير غير نهار في السيمانه، ضروري. ما كاينش شي واحد يقول لي شي ما كنخدم السيمانه كامله، ضروري غيكون واحد نهار في السيمانه جالس. هذاك النهار اخويا غتقاد بمسائلك، غتطلع للسطح، ولا كنتي مديهم في السطح غتطلع غتخرج الدجاجات، غتنيطواي لهم داك الشيء يا سلام، تنيطواي تشطب الجافيل، تعقم داك الشيء زوين الاخوان. وانت كذلك غتحس ملي غتشوف داك الشيء نقي وزوين، غتحس انت بالراحه،
يعني غيبان لك داكشي زوين وغطوه في الدجاج. اما الا خليتي ديك الاوساخ تراكمات والخنز تراكم حاشاكم الاخوان، غتمل شي حاجه سميتها الدجاج، غتبقى تدخل تشم ريحه الخنز عزكم الله، غتبقى تشوف الدجاج موسخ، الدجاج معذب، صافي غتكره، غتقول هادشي ما فيه حتى شي حاجه، والدجاج يبقى ياكل من داكشي غيمرض، يقدر كاع ما يكبرش لكم الاخوان، وتسمم الامراض. داكشي عول عليه ضروري الا ما كنتيش تنيطواي. الا كنتي كتنيطواي يكون اكيد اخويا واحد 80% 80 اولا 85% ما غتلقاش الامراض، ما غتلقاش الامراض. يعني اغلبيه الامراض العاديه تيجيو غير من جوج حوايج الاخوان، تيجيو من الكولوندير ومن العفن. جوج حوايج هادو هما اللي تيخرجوا على الدجاج. اما الامراض الفيروسيه ديك راه بطبيعه الحال الا قدر الله وجاك شي فيروس ما عندك ما عندك فين تهرب، ضروري غتودي. الا تبعتوا الاخوانات استراتيجيه، بدا بالقياس، نيطواياج، الماكله تكون مزيانه بالفلاس، ما تبقاش تحاسب معهم على الماكله، عطيهم الماكله عمرني بالشراب وخليهم هما ياكلوا القياس ديالهم، ملي غيشبعوا غيمشيو. يعني كتطلع واحد السويله زوينه، الدجاج في المستوى، داكشي تيمشي الاخوان زوين، وانت كتحس براسك باللي داير واحد المجهود وداكشي غيعجبك. المهم الاخوان شرحنا هاد الامر هذا. نوضحوا حاجه اخرى الاخوان، بالنسبه كاين شي ناس غيقول لي واش بصح فيه ربح. طيب كنقول لكم الاخوان، يعني ما نكذبش عليكم ولا نكذب على رزقي الاخوان، حاشا ولا نكذب على رزقي ولا نكذب عليكم. الدجاج الاخوان فيه الفلوس، غير هي ما حدك ما عندكش واحد العدد اللي كبير، ما توقعش واحد الربح خيالي. يعني غتقول غنربح منه، هو كاين داك الشيء ماشي ما كاينش، ولكن الاخوان خاصك الاتساع، خاصك خدامه، خاص اللي يعاونك، خاصك راس مال صحيح. يعني باش ما نكذبش عليكم، كذاك خدمتي بشي سلاله زوينه، سلاله باغا تبيع البيض ديال الاخوان، البيض ديالها كيدير اضعاف الايمان تيدير ب 10 دراهم البيض ديال السلالات، اضعاف الايمان تاخذو ب 10 دراهم. يعني تدير اخويا واحد 10 دجاجات، كون اكيد غيخلي لك واحد 6 البيضات في النهار. يعني 6 البيضات في النهار الاخوان ب 60 درهم، يعني في الدار جالس في الدار 60 درهم. ممكنش عاوتاني يجي واحد اخر يقول لي لما تبيع هذا البيض، موجودين الاخوان اللي يشري البيض، موجودين، كاين فيسبوك، كاينين الناس غتولى انت غتخدم مثلا بعتي لواحد، غيجي واحد اخر يقول لي من يشوفوه يقول لي الدجاج عندك زوين، منين جبتي الدجاج غيصيفطوا لعندك يقول لي خدي شوف عند فلان عنده سلعه زوينه وغيعجبو. غير انت خصك تبيع بالمعقول وتبيع سلعه تكون نقيه وزوينه وما تحاشبش وما تقولبش الناس. داكشي اللي كنقولوا. ما كاين شي واحد الله يهديهم الاخوان، بصح كان شي وحدين كيبغيو يشريو الدجاج مثلا يكون كبير بهذا الحجم، تيولي يبيع عليه فروج على اساس الدجاجه وتيقاولبو. يعني ماشي كنقول لكم زعما كبير، هذاك السن ديال شهرين 3 شهور. كاينين شي فراج تيكون عندهم الجينات الاخوان تيكون ثقيله، يعني ما تيكبرش دغيا، الا شفتيه تقول دجاجه هو فروج، فهمتي الاخوان. لذلك خاص بنادم يعرف شنو تيدير باش ما يقولوش ناس اخرين، بيع بالمعقول وربي غيسهل لك، وما غاديش تنصب على شي وحدين، حيت مسكين بنادم تيكون داير اماله في داك الشيء، تيقلب وبغى يدبر حتى هو على راسو، بغى يترزق الله عليه ولا وليداتو. يعني ما تجيش انت تكذب عليه وتكوصفو وهو تبقى يعلف في الاخر يلقاو مذكوره وما ذكوره غادي يبيعهم، ولكن هو غيمشي يضيع عليه الوقت. داك مثلا داك شهرين ولا 3 شهور اللي صبر عليهم غتضيع عليه انت في الخاوي. يعني في الاخر يلقاهم مذكوره وغيبقى فيه الحال صافي، يقول الدومين ديال الدجاج فيه نصابه وفيه داك الشيء وما غاديش ياخذ. اما بالنسبه للبيع الاخوان راه كاين ناس تيشريو، وكاين اصحاب فقاصات، كاين اللي كيسولوا وما لاقينش شي سلعه زوينه. انا كذلك الاخوان انا كنبغي نشري وما تلقاش شي سلعه زوينه اللي غتقداها، فهمتي. يعني يكون عندك سلعه زوينه غتبيع بعزك اخويا، غتبيع من دارك. يعني بنادم غيجي غتبقى ضروري غتشبي لي البرودوي ديالك، غيجي غيعجبو داك الشيء، تفاهمتي معاه في الثمن الله يسخر لك. يعني ضروري غتفاهموا ان شاء الله، ضروري غتراضى انت وغترضيه هو، يعني غتراضاو بجوج وربي غيسهل الاخوان. بالنسبه للتكاليف كاين شويه التكاليف الاخوان، بالاخص لك تيدير كونتيتي، كاين شويه التكاليف العلفه الاخوان ضروري غيعلفوا شويه. على القليله خص مثلا الفلاس الصيف خاصك على الاقل تياكل لك واحد 75 غرام، مثلا هاد شهرين ولا شهرين ونص كياكل لك واحد 75 غرام في النهار اللي خصك تعطيه. يعني الا كان عندك واحد 30 تقريبا خاصك واحد 2 كيلو ونص يوميا. الا نقولوا العلف تيتقام عليك انت ب5 دراهم خصك واحد 13 درهم يوميا. يعني دابا بنادم غتجي 13 درهم حتى حاجه، ولكن الاخوان راه يوميا، يعني يوميا 13 درهم. يعني دابا ما ساهلاش لمده واحد 3 شهور او 4 شهور، ما ساهلاش الاخوان 13 درهم في النهار.
يعني راه ميزانيه. انا كنقول الحمد لله، كاين انا نقول انا خدام، كاين مسكين بلادي اللي ما خدامش، يعني جالس وتيبغي هو يدير اصلا هادشي باش يدخل منه شويه وباش يدير منه شي راس المال زوين. ولكن الاخوان راه فيه تكاليف، يعني ضروري غتشري. غير هو تندير لكم على حاجه نقيه الاخوان، ماشي نقول لكم نعلف الدجاج ديال الخبز. انا اقسم بالله الاخوان عمري عطيت الدجاج ديالي الخبز. النخاله كنعطيهم ضروري ندخلهم في العلف، اما الخبز عمرهم كلاو الخبز الاخوان هادو. وكاين شي وحدين يقول لي علاش الخبز مالو، الخبز زوين الاخوان، غير هو اللي كتر شي منه ما تيبقاش يبيضوا الاخوان. الا كتر شي من الخبز راه ما يبينش لك الدجاج. لا بغيتش تعطيه مره في السيمانه او 2 مرات في السيمانه. انا ما تنعطيش الخبز، كاع الدجاج اللي عندي دوزته عمري كنعطي الخبز باش نكذبوش. انا عندي الوالد تا هو عنده في العربيه الاخوان الدجاج، حتى مشيت شي نهار تما ونوريكم الاخوان عنده الخبز وكيعطي الدجاج، يعني تعطي الدجاج الخبز وعادي. غير هو هنايا الاخوان هاد التربيه ديال انا ما تنعطيش فيها الخبز باش ما نكذبش عليكم. حتى البزقه ديالهم الاخوان كتكون فيه واحد الريحه كريهه، واللي يعطي الخبز راه عارف هادشي. المهم الاخوان بصفه نهائيه يعني الدجاج راه مشروع مربح ومزيان، واخا فيه شويه ديال العقبات الاخوان، ضروري شويه ديال الريحه والنيطواج، ولكن الا كنتي كتنيطواي الاخوان راه ما غتكون عندك لا ريحه لا والو، وداكشي ان شاء الله غيمشي زوين وغتستافد منه. كون اكيد اخويا غتستافد. الا ما استافدتيش منه جي كومونتير قول لي انت كتبتي علينا وما كاين لا ربح لا والو، كون اكيد انك تستافد منه. الله يسخر جميع المسلمين الاخوان. اي حاجه نسيت ما قلتش لكم في هذا الفيديو يفكرني فيها شي واحد يدوز عندي خويا الكومونتيرات، وان شاء الله غادي نجاوبك الى سخر الله. وكان خوتي والله الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنشكر اي واحد عجبو الفيديو، بقات 3 دقائق. كنشكركم بزاف بزاف بزاف. كنتمنى نكون ما طولش عليكم وتكونوا استفدتوا ولو غير بحاجه قليله. كنشكر كاع الناس اللي تيدعمونا وتيسولوا فينا. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو جديد ان شاء الله، والله يعاونكم.